بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى عليه أفضل صلاة والسلام. في هاد الفيديو هادية قصيرة أنا رايحة نخلي الأخت حسيمة هي اللي تعرفكم بيا وتعرفكم بالقناة تاعي وبالانستغرام تاعي وبالتيك توك تاعي. نخلي لها هي تهضر لكم عليا وجوزوا تفضلوا معايا في القناة. نتمنى كي تعجبكم هاد القناة هادية، واللي حبت كاش حاجة تتواصل معايا في الخاص. ونرحب بكم كامل اسم باسم ونقولكم متشرفين مع بنت بلادكم جزائرية في إسبانيا. اسمي حبيبة. هذه هي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. كما كنتوا تسمعوا، هذه الاخت حبيبة هي جزائرية في اسبانيا، عندها قناة. راح نخلي لكم هنايا القناة تاعها اللي حبت تدخل عندها مبيعات اللهم الله يبارك ما شاء الله. حوايجها يعني مضمونين، وبعد ما تشريهم وتجربهم لمدة طويلة راح تحطهم لكم للبيع. اللي حبت تدخل عندها ما عليكم غير تدخلوا قناتها ولا تيك توك تاعها ولا الانستغرام تاعها. راح نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. هي راح تفهمكم خير وخير، يعني تدخلوا عندها وما تندموش. منتوجاتها رائعة، وبمناسبة حلول السنة الجديدة عندها يعني حوايج واش نقول لكم، السعر تاعهم يعني معقول، والسعر يعني في متناول الجميع. راح نقول لكم ثاني حوايجها هنايا يساعدوا كل عروس اللي رايحه تجهز، والله اي عريس رايح يدي سهم ولا يدي الخطوبه للعروس تاعو ولا الملاك، ولا يعني هذه المنتوجات راح يساعدوكم. هي اللي حتخدم لكم البوكس، هي اللي حتخير لكم المجموعه هذه، تحط لكم مجموعه اللي تكون متناسقه مع بعضها. المهم ادخلوا عندها للتيك توك تاعها والانستغرام، ثم راح تبارطاجي معكم بزاف حوايج وتلقاو واش تحوسوا باذن الله. نوليو لهنا للقناه تاعي. انا هنايا درت معكم بسبوسه، اسمحوا لي راح لي المقطع اللي كنت درت فيه هذا الخليط، ولكن راح نعاود لكم لهنايا الوصفه بالسريع. من جهه نحطوا 2 كيسان تاع سكر مع 4 كيسان تاع ماء وطرنشه تاع قارص ونحطوهم يطيبوا، يعني نطيبوا السيرو تاعنا. من جهه واحده ثانيه نجيبوا الغيسيبيون نديروا فيه 4 بيضات، نديروا رفعه تاع ملح ونديروا شويه تاع لافاني ولا زيت تاع القارص. نديروا معكم كاس الا ربع تاع سكر، كاس زيت، كاس حليب، ونخلطوا كلش مع بعض. ومن بعد نزيدوا 2 كيسان تاع سميد متوسط، ونزيدوا كاس تاع نوات كوكو. انا نحب نديرها بنوات كوكو تجي تهبل تهبل. ونخلط كلش مع بعض، ونزيد لهم باكي تاع خميره تاع كاطو. ومن بعد نخلط كلش مع بعض. من جهه واحده اخرى شعلت الفرن تاعي وجبت البلاطو هذا. انا البلاطو هذا جاي 32 على 20. درت وحده في البلاطو هذا وزدت وحده اخرى في بلاطو شوي صغير عليه. ندهن البلاطو تاعي بالزيت ونذرذر عليه شويه تاع سميد، ونحط الكميه تاع العجين. خليت شويه هنايا، مانيش حبتها تجيني عاليه بزاف باش تشرب معايا السيرو، وتجي كيما نقولوا هنا مشمخه من الداخل، وتجي خفيفه كيف كيف. هنايا هذا البلاطو الصغير انا مدايرتهم هذو زياده، نحب ندير فيهم هكذا حوايج صغار. كيف كيف دهنته بالزيت وزدت ندرت له ثاني شويه تاع سميد من فوق، ذرذرت له شويه سميد، ونحط فيه الكميه تاع العجين اللي بقات معايا. بعد ما سخنت الفرن على 180 درجة راح نحط البلاطوات تاوعي يطيبوا. بعد ما طيب البسبوسة ان شاء الله يكون من قبلها طاب السيرو تاعي. السيرو كي تحطوه يطيب خليوه يغلي. بعد ما يهز الغلية حسبوا له 15 دقيقة وطفيوه وخليوه يبرد. كي تجبدوا البسبوسة سخونة لازم يكون السيرو تاعك بارد. اذا كانت البسبوسة سخونة السيرو يكون بارد، واذا كان السيرو سخون بارد سخون لازم البسبوسه تكون بارده باش يقدر يتشرب معاك ويبان فيها السيرو في هذيك البسبوسه. كما راكم تشوفوا لهنا انا قلت لكم زدت دهنت البلاطو الصغير تاعي هذا. كاينه وحده طلبت مني البسبوسه ولو اني مدايرتها ديجا من قبل في قناتي، اللي حبت ترجع ليها في القناه ترجع، واللي حبت تشوف الفيديو هذا وحبت يعني وفهمت لا غوسيت غير باش قلت لكم ها هي. لما كانش حنزيد نعاودها لكم باذن الله مره اخرى. البسبوسه حاجه سهله، كي تكوني قاعده ما عندك والو للقهوه تاع العصر ديري بسبوسه وانتي شربتي قهوتك بحاجه يعني اللي تحبيها وتعشقيها. فهمت؟ دوك هنايا بعد ما نخلص ما راح نحط البلاطوات قلنا يطيبوا. كي يطيبوا راح نشوفوا مع بعض. راح تتحمر من تحت ونزيد نشعل لها من الفوق تحمر غير شويه، ونعاود نجبدها معكم كما قلت لكم ونشربوا لها ان شاء الله الزيرو. هنا بعد ما طابت معنا البسبوسه كما راكم تشوفوا الله يبارك جات حمرة تسخف،
وما جاتش طالعه بزاف ومن ما جاتش رقيقه بزاف. اللي ما حبتش دير في زوج بلاطوات ديرها في بلاطو واحد فريد اللي يكون 30 على 30 ولا 32 على 30. المهم كل وحده تعرف البلاطوات تاعها وتعرف الكوشات تاعها. هنا قلت لكم بعد ما برد معايا السيرو راح نفرغ، وانا على الاول نحط المغرفه هذيك لاه باكي ما تطليش القشره الفوقانيه تاع البسبوسه، ولكن كي شتا حاكمه راح راني عاود كبيت عادي. راح نشرب السيرو للزوج بسبوسات اللي راه معايا، نخليوها تشرب ونخليوها تبرد، ونوليهم بعد نشوفوها كي تبرد. ما راح نقطع معاكم البسبوسه هذه وتشوفوها كيفاش جات مشربه تهبل. وراح نزينها كل وحده تزين بالشي اللي عندها. تحبوا بنوات كوكو، تحبوا تخليوها كيما راهي، تحبي تزينيها بقطع تاع قارص ولا قطع تاع تشينا اللي هي البرتقال. انا في نفس الوقت اللي طيبت فيه البسبوسه وكان الفرن تاعي سخون بزاف كيما راكم تشوفوا فيه مدود، ولكن الدود هذا راه ما كانش يبان بالعين صح يبان الفور تاعي مسخ ولكن مش بهذه الدرجه. ولكن انا اغتنمت الفرصه وهو سخون هكذاك، درت له الفرص اكسبريس وخليته طلق هذاك الوسخ وطلق هذيك الدهون اللي كانت لداخل. كي نقول لكم والله غير على الاول غير حشمت نوريه لكم، من بعد وليت قلت نورمال، قلت هذو حبيباتي لازم نبارطاجي معاهم كامل واش راني ندير ومن نخبي عليهم والو، ونفيدهم بالشي اللي استفدت منه. انا على بالي باللي كي يكون الفرن سخون وديري له الفرص اكسبريس راح يطيش الدهون اللي فيه كامل. قلت ندير لكم هذا التحفيز كما قلت لكم، كل مره نخدموا بلاصه، كل مره نخدموا شوكه. انا هنايا درت لي غون لانه كما تعرفوا الفرص اكسبريس كي تكثري عليه بزاف وسورتو في السخانه راح ياكل لك صباعك. انا لي غون وكلاهم لي غون وتقطعوا معايا. المهم بعد ما فشفشت له وحكيت بالشريط تاعنا ولا بهذيك الحكاكه، كي نقول لكم خرج منه دود عظيم. ولكن زدت تحمست اكثر واكثر. خي على بالكم كي تكوني على الاول شويك شغل فشلانه والله شغل راكي ما كيش قادره عاجزه انك تخدمي، ولكن بعد ما تولي تتليحي راح تتحكمي يعني خير وخير، وراح يزيد يعطيك قلبك انك تخدمي اكثر واكثر. شوفوا نحيت الجناب هذوك اللي من راهم يتنحاو. انا نقول لكم الفرن تاعي نحلو بياسه ببياسه ما نخافش منه، والحق يعني من بكري حنا هكذا نتلاح ونحل ونعاود نقلبهم كيما كانوا وننظف نظافه على حقها. شوفوا هنا كيفاش كانوا مسخين وكيف كانوا مدودين راهم يتحلوا. مام هذا الكرياج هذا دوك نحي من هذيك البلاكه وندير له كيف الفرص اكسبريس تاع الدهون ونغسلو. هنا راني مسحت الكثير برك، راني مست ما رغونتوش يعني بليزيس وحده. دوك نخلص ندير له رغوه مسقمه. هنا رايحين نحلو على الجناب زوج. شوفوا تلقاو بوطون من وبوطون من، صح هي كل وحده والفرن تاعها، ولكن لا غنا وتلقاي له طريقه تاعو. انا هنا راح نحي الزجاجه لانه الاوساخ اللي تدخل ما بين الزجاجه والزجاجه هذيك راهي واعره وما تقدريش تدخلي ليها باليد، يعني لازم ديمونطيه وتغسليه في غرضك ومن بعد تبرقيه وتعاودي ترجعيه ويولي الفرن تاعك كانك هذاك وين شريتيه جديد. ما تنساوش هذا الالكتروميناجي راه ولا غالي بزاف ومن المستحيلات السبع راح تقعدي غير تبدلي. انا نفضل اني نستحفظ بحوايجي وننظفهم مره على مره ونتفكرهم مره على مره ونستحفظ بهم احسن من نقعد نبدل كل خطره. اللي نقعد نبدل فيه الالكتروميناجي ندير فيه حاجه اخرى زياده في داري خير وخير. المهم هنا نحيت هذاك الغطاء الفوقاني. راح نجبد معاكم هذا الزجاجه دوك نديها نرغونها مليح. بكم كي تنحيو الزجاجه الباب يولي خفيف راح يولي يطلع معاكم. المهم عندك كي تبغاي تنحي. انني هنا يدي تخدم ويد راهي تصور، فهمتوا؟ راح نزيد ندير الفورس اكسبريس هنايا فوق الكارو هذا، نعقب عليه بلاجاكس ونخليه يتفاعل ونروح نغسل معاكم الزجاج الاخر. على بالكم غير تحطوا الفورس اكسبريس تشوفوا الصفاره هذيك فاش تولي تطلق كيما صرالي قبيل للفرن لداخل. انا غير فشفشت وعقبت له بلاجاكس هذيك الدهون ولاو يسيحوا سيحان، يعني الصفاره تسيح تقولي تي هذا العجب وين كان مخبي طول. يعني انا نقول لكم صح عندي وقت ما تلحتش وعندي وقت ما غسلتوش كما كنت على بالكم كنت لاهيه بزاف، ولكن تعمدت بالذمه قلت باش كي نغسلوا معاكم راح تشوفوا صح الفرق بين قبل وبعد، فهمتوا؟ المهم هناني خلصت بعد ما مسحت الفور تاعي راح نولي لهذوك لي بياس اللي نحيتهم. نراغي هذاك الكارو ونراغي هذاك الشباك معاكم تشوفوا بعد ما كان ما عندكم ما تشوفوا فيه راح يولي يشعل كشغل هذاك وين جبتيه
هنا راني درت الفرص اكسبريس ودرته حكيته بالشريط وخليته. دوك تشوفوا الجر هذا يولي بالصفاره، بدات تبان فيه الصفاره هنا، يولي اصفر لانه لا كان فيه دهون ما يبانوش بالعين. اون فوا ديري الفرص اكسبريس راح يبان معاك. هنا بعد ما رغيته مليح راح نحطه في العين ونشلل بالماء، ماء غزير بيتنحى البرودوي هذاك. وميم طون ما ننضرش انا، وميم طون ننظف الفيترينا تاعي هذه تاع الفور، نشللها مليح ونعاود نكمل معاكم. كيما راكم تشوفوا غسلت له حوايجو كاملين، غسلت له الشباك تاعو اللي على الجناب، غسلت الشباك اللي نحطوه فيه، والغطاء تحتاني اللي غطي النار. هنا راح نعاود بشيفون نظيف ميكروفيبر اللي مبرق به الفور تاعي لداخل مليح، ونحيلو مليح هذوك الدهون اللي قعدت، لانه مهما مسحت مهما بصح لازم تبرقيه. الحق تاع ربي والله غير ولا يفرح ولا جديد. يعني انا هذه نديرها كل شهرين، كل 3 اشهر، قبل رمضان بعد رمضان نستعملوا الفرن بزاف. يعني راح نغسلو قبل وبعد. المهم كل وحده اللي على بالها بدارها، وكل وحده على بالها بالمطبخ تاعها، وكل وحده على بالها بالكوزينه تاعها. وهنا هذو هما زوج جناب هذوك اللي يركبوا فيهم البلاطوات، راح قلت لكم باللي يتنحاو. هنا بعد ما غسلتهم شوفوا كيف ولاو يشعلوا، يعني ما يغركش هذاك الوسخ اللي يكون، راه يتنحى عليك غير شويه تاع برودوي وشويه تاع فرصه تاع يديك، وتقدري تنحي وتقدري تقلبي، راح يولي الفرن تاعك يشعل. قلت لك بروفيتي مادام كي طيبتي حاجه في الفرن وكان الفرن تاعك سخون، بروفيتي وغسليه ونحي عليك، راح يولي يشعل الشعيل كيما راني انا هنا. شوفوا بعد ما عاودت رجعت له حوايجو، هنا راح نزيد نحط له هذا تاعو اللي نغطيو به الفرن. دوك تشوفوني كي نجبدوها من هنايا حوايجو غسلتهم ولاو يشعلوا. دوك نغطي هذا هاهو ثاني كان معمر، ساعه يسيحوا لي صوص تاع الماكله، يسيح لك الزيت سما هكذا وهي تحرق. يعني المشاكل الكل راح تكون في هذاك الغطاء تحتاني اللي يغطي النار. المهم هنايا بعد ما نرجعوا حوايجو كلش راح نسكروه، راح نعاود بربي ان شاء الله نحط معكم البسبوسه تاعي اللي طابت كيفاش جات، وتشوفوها كي نقصها معكم كيفاش جات متشربه وكيفاش جات حمراء من فوق تهبل. انا القارص هذا اللي ندير به السيرو يعجبني، نحب نديرو في فمي فيغو رائع ما بين الحلاوه تاع السيرو والحماضه تاع القارص والريحه تاع الخضره تاع الكشور تاع القارص. المهم راح نقسم انا هنايا البسبوسه تاعي كيما راكم تشوفون، ندير لها تزيين غير بنواه كوكو. اذا كان عندك القارص وحبيتي ديري القارص ديري طرونشيت من الفوق. انا القارص اللي عندي مكونجلي ما حبيتش نديرو يطلق لي بزاف الحماضه تاعو، درت غير شويه تاع نواه كوكو بما انه هي من الداخل راهي بنواه كوكو، فهمت. راح نقسم معاكم هنايا قطعه ونعت لكم كيفاش جات من الداخل، كيفاش تشربت السيرو تاعنا وكيفاش جات مشربه مليح. جربوها ما تندموش. راني قلت لكم لا غوسيت راني قلتها لكم، ودوك نزيد نحطها لكم في صندوق الوصف باذن الله. اللي حابه تديرها سهله مهله، نوضي واحده من بناتك اللي في الدار قولي لها هاي لا غوسيت ونوضي ديري، راح تتحفز وديرها لك وتتقهوي بها انت والعائله تاعك، ولا لاي ضيف جايك للدار، ولا وما تساعدك خطره اخرى في رمضان ثاني راح تقدري ديريها للسهره، راح تجيك روعه روعه. هنا راح نذوقها معكم وتشوفوا كيفاش جات خفيفه هشيشه ومتشربه مليح مليح. كما تعرفوا البسبوسه قد ما تكون مشربه قد ما تكون ناجحه 100%. هنا يعني كنت ندير لها برك في صور، يعني نحكم تصاور باش ندير لكم الصورة المصغرة. هنا راح نذوقها معكم اللي شاهيتها في الجنة كما تعرفوا. هاي هنايا نذوق الاولى معكم. انا هنايا تالمو عجبتني راني عقابها جيب راني مسرعه هنايا الفيديو، ما تقولوش طاحت عقابها خالتي حسيمه. هناني مسرعه الفيديو، قسمه نمضى قسمه نصرت، فهمتوا. المهم عجبتني انا التعب هذاك اللي تعبته والدنيا ذيك وكل راح ناكل هذو زوج طراف نشرب فيهم قهوه تاعي. وانتم خليكم اذا عجبتكم هذا الوصفه روحوا ديروها، واللي عندها الفرن تاعها موسخ تروح تغسلوا. وما تنساوش تخليوا لي تعليقات الحلوه تاعكم، ما تنساوش ديروا لي جيم، واذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع احبابكم. نخليكم مع السلامه وفي امان الله.